يا صباح الفل على اجمل ناس، اجمل واجمل واحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الاناناس على اجمل ناس، زي ما قلت لكم اللازمه بتاعتنا. وصباح الفل على اجمل متابعين على قلبي واعز الناس عليا، احبكم في الله. النهارده يا حبايب قلبي كده صباح الورد عليكم. هنعمل اكله سهله وبسيطه. انا بصراحه ربنا خلاص زهقت بقى من وقفه المطبخ، وزهقت من عمايل الاكل في المطبخ، فقلت النهارده اطلع حاجات من الفريزر سهله كده وبسيطه، وهعملها على طول معاكم، مش هتاخد معانا وقت. الزرع بتاعي ده عمال يضايقني وعمال يقع مني كل شويه، هو والاضاءه بتاعتي مش عارفه اعمل فيها ايه. لو كان عندكم حلول بالله عليكم قولوا لي، عشان كل شويه اجيب دبل فيس مفيش فايده. بصي يا حبايب قلبي، هنا انا مقطعه شويه بطاطس كده، وهنرش عليهم شويه زيت، رشه زيت كده بس صغيره. انا ما حطيتهاش في ميه مغليه ولا حاجه، عادي لو عايزه تحطيها في ميه مغليه لو انت مستعجله عليها. هنحطها هنا في الاير فراير بتاعنا زي ما احنا عارفين، عشان الاكل بتاعنا النهارده صحي من غير اي دهون. كمان ايه؟ بصوا بقى، انا جبت رقاق طري، فقلت بدل ما اعمله رقاق، ما احنا عملنا رقاق برده كتير، هعمله سندوتشات النهارده. فانا جايباه كده من عند الراجل جاهز. ابدا بقى ان انا اعمله كريب، يا اما طويل يا اما نص دايره، حسب بقى ما نحب نعمله. طيب عندي ايه كمان؟ عندي من الفريزر بتاع دوت فلفل الوان، هحط برده حبه، بس هقول لكم كل الخطوات حبه بحبه في قلب السندوتش طبعا. وعندنا هنا شويه ستريبس هقطعهم مع البطاطس عشان يبقى السندوتش بتاعي ستريبس وبطاطس. وكمان معايا زيتون مخلل، ومعانا جبنه موتزاريلا اهو. هنحط كل الحاجات دي، وبعدين كمان معايا بومبار. البومبار ده يا بنات جميل جدا جدا، جربته من فتح الله جاهز. الكيلو كيلو يعني ب 170 جنيه، بس طعمه تحفه. فانا كنت جايبه منه كيلو، اسماء على كيسين، فقلت اطلعه النهارده وهو متحمر وجاهز وكان سخن، ساعتها طعمه كان زي الفل. فقلت بقى ان انا ايه، اطلعه واسخنه، تبقى الاكله بتاعتنا بومبار وسندوتشات كريب بالستريبس بالزيتون بالجبنه الموتزاريلا. يلا بينا بقى، هنولع الفراير نحمر البطاطس ونرجع لكم تاني. هنظبط طبعا التايمر بتاعنا. الفراير ده جميل يا بنات وصحي جدا جدا برده دوت. انا هحمره برشه زيت بس، مش اكتر من كده، يعني الاكله النهارده خفيفه على المعده. هو ده كده كده متحمر، فيا دوبك هسخنه. يلا بينا نسخن ونعمل كل حاجه، وبعدين نبقى نوريكم هنعمل ايه الخطوه اللي بعدين. يا حبايب قلبي، البطاطس استوت، ما خدتش معانا يعني ثواني في قلب الاير فراير اهو. انا مش بصوا لونها كده مظبوط. هحطها بقى في الصينيه، وهحط كمان عليها بهارات بطاطس علشان تبقى زي ما احنا شايفين كده، تبقى حلوه وطعمها زي بره بالظبط. طبعا احنا عارفين الاكل بره اهم حاجه فيه الايه، البهارات بتاعت اكل بره هي اللي بتخلي الولاد ياكلوا ويروحوا يشتروا السندوتش بتاعنا بالشيء الفلاني. انا طبعا ايه، هحط البطاطس وهوريكم دلوقتي الخلطه اللي انا جايباها الجميله ديت من عند العطار. ممكن تجيبيها سايبه، ممكن تجيبيها اكياس، بس بصراحه ربنا اللي اكياس بتبقى جميله جدا جدا. شايفين يا حبايب قلبي كده البطاطس بتاعتي اهي، شايفين اهي. انا حطيتها كده على الصينيه علشان اعرف اعمل السندوتشات بتاعتي. ادي بتاعت البطاطس. تتبيله البطاطس دي تحفه قوي يا بنات. هتحطي بس نص الكيس منه او معلقه صغيره على حبه البطاطس دول حسب الكميه. يعني الكيس ده بيتحط على كيلو بطاطس، طبعا انا عامله حبه صغيرين اهو. هنحط بقى حبه كده من خلطه البطاطس الجميله ديت، اللي هتدي الطعم والريحه والجمال للبطاطس، اللي ولادنا هيحبوا الطعم بتاعها جدا جدا. لازم تقلدي اكل بره بالظبط عشان الولاد ما يروحوش يشتروا حاجه من بره. هنا بقى انا قطعت بصل جوليان كده، هحطه برده في الايه، في الاير فراير كده عشان ياخد بس ايه، يعني يطرى سنه. ممكن تعمليها على الطاسه برده بمعلقه زيت او حاجه، بس انا بقى ايه، طالما مولعه الاير فراير فانا بستغله بصراحه ربنا، واخلي الاكل بتاعي صحي ما يبقاش فيه اي زيوت. يعني الزيوت بتبقى ضئيله جدا، بحيث ان السندوتش بتاعي برده ماكلوش كده ويتعب معدتي ويتعب يبقى عندي حرقان كده وبتاع وابقى متضايقه. انا هحط برده هنا البصل عشان ادبله بس، وبعد ما البصل ياخد تشميعه بس صغيره ابدا اهو. بصوا رشه الزيت اللي انا حطيتها مفيش ثواني، هحطها بقى اولع عليها نفس الحكايه. وهنا انا مقطعه الفلفل الالوان برده في الفريزر، وادي الزيتون
يشمع بس البصل، واقوم حاطه معاه الفلفل الالوان. الزيتون طبعا مش هتحط في الاير فراير، هحط بس الفلفل الالوان. تمام. هنا قطعت الاستريبس بتاعي كده حتت طويله علشان برضو هحمره في الاير فراير من غير زيت كده ولا اي حاجه، برشه زيت بسيطه هحمره عشان انا هعمل السندوتشات بتاعتي طويله. فانا قطعت طويله. لو انت هتعمليها اللي هي المربعات، فانت ممكن ان انت اللي هو النص دايره دي ممكن تقطعيه قطع. هنشوف بقى دلوقتي السندوتشات بتاعتنا تبقى عامله ازاي وجميله ازاي. تعالوا بقى نحضر معانا ايه كمان، البومبار اللي احنا هنسخنه زي ما قلت لكم هنسخنه بس، والاكله بتاعتنا هتبقى تحفه وجميله. هنا البصل اتدبل اهو تري. انا طبعا مش هحمره، احنا ما بنحمرش. احط معايا الفلفل برضو الالوان ياخد بس تشويحه كله كده بعد ما فيش 5 دقايق بس تلاقي الاكله بتاعتك اتعملت ولا ايه، وبقت بصوا جميله، والولاد هيحبوها جدا جدا. طبعا وانا بعمل الاكله السريعه ديت انا وبنتي، فقلت ايه احنا بقى ندلع نفسنا النهارده كده ونعمل الاكله السندوتشات دي. بحبها زهقان من الحر ومن الاكل. شايفين الالوان وشايفين الجمال يا بنات. هنا بقى برضو هحط عليها رشه من البهارات بتاعه البطاطس بس لما تستوي، يعني تاخد لها تشويحه كده اهو. هطلع بقى الفلفل بتاعي والبصل، انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه برضو احس بقرشه كده فيه وانا باكله اهو، يبقى مصحصح كده معايا. هحطه بقى هنا اهو جنب البطاطس. كل حاجه اطلعها اظبطها واحطها عشان يبقى السندوتش بتاعي وانا بعمله كل حاجه جنبي جاهزه. شايفين يا حبايبي اهو. هبدا بقى ان انا افضيهم من اهوت في قلب الصينيه، وما حطيتش زيت ولا حاجه. هم نفس حبه الزيت بيفيدوا، بيتحط مكانهم تاني. شايفين يا حبايبي اهو. تمام. احط كده كل الحاجه بتاعتنا على ما تبرد. سامحوني رحت اتفرجت عشان طبعا انتوا عارفين اليوتيوب ممنوع اي صوت من بره، يقول لك حقوق طبع ونشر على ايه. انا حتى مطلعه اذاعه القران الكريم ما بدفعش من المطبخ ابدا يا بنات اهو. نبدا بقى. فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا دوت الستريبس. هحطه برده كده مره واحده، لان هو انا مش تمام ان انا يعني عايزاه مقرمش وكده في الخلطه بتاعته، لا عادي انا كده كده هحطه في الساندوتش اهو يا حبايب قلبي. شايفين؟ هحط بقى بس برده رشه زيت بسيطه. كان الناس بتقول لك الستريبس ما بيستويش، لا بيستوي، بيبقى جميل جدا وبقى احلى 100 مره لما تقلين في الزيت. انا كده حطيت رشه، هقلب كده برده واحط رشه كمان واولع عليه واسيبه برده حوالي 10 دقايق او اقل اهو. بس طبعا نفرده كده عن بعضه عشان يستوي اهو. هحطه بقى. تعالوا شوفوا بقى الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها اهي. شايفين متدبله وحلوه ازاي. وادي البطاطس احط برده رشه على البصل والفلفل علشان برده يبقى طعمه نفس الطعم. وخلي بالكم احنا لحد دلوقتي ما حطيناش ملح. ليه؟ لان الستريبس بتاعي مملح. تاني حاجه الخلطه دي مملحه، الزيتون هيبقى مملح، فمفيش داعي ان انا احط ملح تاني. تمام اهو. برده كده هنحط ترش جنبيه اللي حابب ياخد. طيب على ما نعمل بقى كده هحضر صينيه واحط فيها معلقه زبده. نوسع كده المكان بتاعنا. نجيب الصاج بتاعنا كده اهو زي ما احنا شايفين. عايزه تحطي فيه ورقه زبده حطي، مش عايزه انا مش هحط عشان يتحمر بسرعه. هبدا بقى ان انا ارش رشه زيت برده في الصاج اهو. هي دي. لا بصوا بقى الزيت اللي انا حطيته ما يسكرش، ما خدتش يعني 3 معالق زيت في الاكله كلها. اكله صحيه وجميله. نبدا بقى ان احنا نحط كمان معلقه زبده وهسيحهم على النار علشان احمر السندوتشات بتاعتي. فين احمرها؟ على البوتاجاز علشان مستعجلين يعني، ممكن تحطيها في الفرن بقى. فانا طبعا عايزه اخلص، فانا هحمرهم على البوتاجاز وانا واقفه كده واقلب فيهم. تمام يا حبايب قلبي اهو. ادي حته الزبده بتاعتي اللي انا هحطها في الصاج عشان تدي لون حلو وقرمشه. الزبده طبعا بتدي طعم حلو قوي قوي في الكريب. بيبقى طعمه جميل للبنات. تمام كده. هتروح بقى هسيحها على النار واجي لكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا جيت فتحت الرقاق لقيته كله متنصص كده، فمش هيهمنا برضو. احنا برضو هنعمله سندوتشات زي ما انا كنت موعداهم، لان انا موعداهم ان انا هعمله سندوتشات. طيب هنعمل ايه بقى فيه؟ هقول لكم انا بقى برضو هنعمل حيله ان احنا نعمله سندوتشات.
ما اعرفش هو اسمه ليه كده 4/4، الله يسامحه برضو، يعني انا شارياه على انه سليم، هو بقى على سنه رقاق كمان، فمش عارفه بصراحه. استنى كده نسيب دي، ممكن بقى مش هيجي الا ايه الا احنا نعمله كده. فهجرب برضو في واحده تانية. دلوقتي الستريبس استوى خلاص، هطفي عليه زي ما احنا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله اهو، كفايه كده. هحطه برضو في قلب الطاسه اللي انا هاخد بيها. هو باين عليه كده عايزني في الاخر اعمله صينيه مدوره، بس انا بقى لا، انا عايزه اعمل ايه زي ما قلت لكم سندوتشات. هبدا بالراحه خالص كده اهو، احطها على الناحيه اللي هي قاطعها لي دي، وابدا بقى اعمل كده اهو. شايفين؟ بالراحه خالص، همشي معاها واحده واحده، همشي معاها واحده واحده. هحط بقى حته جبنه موتزاريلا، علشان هي الجبنه اللي ممكن تمسك لي القطعه اللي هي فيها ديت كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو، هي طبعا الجبنه عشان طالعه من الفريزر وانا سيحتها، المفروض ما كانتش تسيح قوي كده. ونحط شويه خضار وشويه بطاطس وشويه ايه ستريبس كده، تمام يا حبايبي. ونلفها بقى بالراحه خالص، نلفها كده بالراحه خالص كده اهو. هبدا معاها واحده واحده اهو كده اهو، وابدا ان انا اقفلها من هنا واقفلها من الناحيه التانيه، واحطها في الصينيه على الناحيه المقطوعه علشان احافظ عليها اهو. شايفين؟ هجيب بقى الصاج واحطها في قلبي. نجرب بقى نعمل واحده تاني، هعملها اللي هي الدايره، اللي مش هتنفع كده ابدا. شايفين يا حبايبي اهو كده الدايره بتاعتي، هفتحها زي القرطاس هنا. دي بقى اضمن حاجه اهي. هحط كده بقى الحشوه بتاعي، شويه بطاطس وشويه بصل نفس الحكايه، وحته الستريبس. هو بقى المفروض كنا نقطعه شويه، وحته جبنه. انا نسيت احط في التانية زيتون، بس هحط في دي زيتون اهو، وحبه زيتون. وهقعد احطها في الصينيه واقفل عليها كده عشان تمسك. شايفين يا حبايبي اهو؟ معلش بقى، هو الرقاق المره دي اول مره اجيبه الاقيه بالطريقه دي. شايفين هنا الكريبايه جميله ازاي؟ هحطها برده في الصينيه. كمان عايزه اقول لكم بقى على حاجه، وانا بعمل الصينيه دي هحط كمان البومبار يسخن، علشان يبقى الاكل كله يجهز مع بعضه. اجيب كده الفراير واحط البومبار بس يا بنات هسخنه، هو في كل حاجه اهو. هنحطه بقى يسخن واكمل السندوتشات وارجع له. وكده بقى الاكل بتاعنا خلص، غدا سهل وبسيط زي ما احنا شايفين. والترش المخلل بتاعنا البلدي المصري الجميل الاصيل دوت. طبعا اهو، وادي بصوا فضلت اسايس فيها على قد ما اقدر ان انا ما اخليهاش تتقطع مني على قد ما اقدر. ولد البومبار بتاعنا، وادي الكريب عملت بقى 2 مدور كده بالعافيه، وهنا عملت التاني دوت الصوابع. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، والجبنه سايحه بقى ونايحه كده عليه زي ما بيقولوا. نقطع كده ونشوف. بسم الله، اللهم صل على جمال النبي اهو. شايفين السندوتش بقى من جوه؟ الله 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 الله. شايفين هي حبايبي قلبي، وجبنه بتمط كده وحاجه كده فاخر من الاخر. وادي السندوتش بتاعنا طعم وجميل، وحاجه كده برضو على قد الايد وفي البيت وانتي عاملاها بايديكي. ومعلش بقى ان الجلاش بتاعي قصدي الرقاق بتاعي الطري طلع بقى مقطوع كده، فانا برضو ما غلبتش فيه، برضو عملته على قد ما انا ايه، على قد ما انا قدرت برضو. ايه رايكم في الغدا بتاعنا النهارده؟ يا رب يكون عجبكم وتجربوه، بس يكون الرقاق سليم. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، مع تحياتي يوميات ميس امال او منوعات شهد وماما. وكل سنه وانتم طيبين، واكله فرحي بها عيالك من اكلات المطاعم بس على قد ايدينا.